نائم في بيته. اليوم الجامعة أتت إلى أن تقف لوقفة احتجاجية تنديدا واستنكارا للوضع الصحي الذي سيؤول إلى الانهيار بسبب التسيير الفاشل. المواطن اسماعيلية، المواطن اسماعيلية، دولة اجتماعية، ودرب الشعب التغطية، اسماعيلية، المواطن اسماعيلية، ونبسط لك القضية، ونبسط لك القضية. هذه دولة اجتماعية، هذه دولة اجتماعية، ودرت للشعب التغطية، ودرت الكاتب الاقليمي للجامعه الوطنيه لقطاع الصحه ببوجدور. اليوم نظمت الجامعه الوطنيه لقطاع الصحه باقليم بوجدور وقفه احتجاجيه ضد السياسات التدبيريه للمندوب الاقليمي. صراحه هذا السيد المندوب منذ 7 سنوات وكيدبر القطاع. حاليا هذا القطاع غادي يعني نحو واحد سقوط مهول نتيجه مجموعه من الاختلالات الاداريه والماليه اللي كيعرفها. للذكر لا للحصر يعني افراغ الاطر الصحيه من الاقليم عبر انتقالات، مجموعه من الانتقالات خارج الضوابط القانونيه نحو مدن واقاليم اخرى. بالاحرى كان الحري ان هذا الاقليم انه يجدد فيه، انه يامر بالاطباء الاختصاصيين او الممرضين وتقنيي الصحه والاداريين، فاذا بهم انهم كينتقلوا خارج الضوابط القانونيه. كذلك كاين مجموعه من الاختلالات اللي كيعرفها تدبير مكتب الموارد البشريه من تعطيل الاجراءات الاداريه للموظفين واجراءات انتقاميه يعني ضد الاخوه والاخوات المناضلين والمناضلات ديال الجامعه. كاين كذلك تاخر تعويضات عن التنقل، وكذلك تاخر تعويضات عن البرامج الصحيه لهذه السنه. عكاش ممرض في التخدير والانعاش. نظم المكتب الاقليمي للجامعه الوطنيه لقطاع الصحه بمدينه بوجدور وقفه احتجاجيه وتنديريه للمندوب الاقليمي لوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه، وذلك بسبب العديد من الخروقات، نذكر منها افراغ الاقليم من الاطر الصحيه والطبيه والتمريضيه، وكذلك غياب التعويض عن التعويضات الماليه، وكذلك 7 سنوات من التسيير والتدبير العشوائي والغير المعقلم.